السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم متابعينا؟ كنتمنى تكونوا في أفضل حال. كما قلنا سابقا، موضوع فيديو اليوم غيكون عبارة عن رواية من الروايات المشهورة في الأدب العربي، واللي هي للكاتب والروائي نجيب محفوظ. صراحة في هذا الفيديو ما غنركزوش على الكاتب، حيث كلمة مشهور قليلة في حقه، قد ما غنركزوا على الأحداث والشخصيات. ولكن قبل ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وأيضا الضغط على زر الإعجاب. وباش تفهموا الرواية أكثر أنعطيكم لمحة للشخصيات. كانت أول وجهة سعيد مهران بعد ما خرج من الحبس هي الحي اللي كان ساكن فيه، واللي غير شافوه أهل الحي خرجوا يسلموا عليه ويباركوا له العودة ديالو من السجن. وأولهم المعلم بياضة اللي علم المعلم عليش أو عليش سدرة بقدوم سعيد مهران. وعليش هو الخادم السابق لمهران، واللي كان السبب في دخوله للحبس. من بعد ما تحبس خدالو مراته وتزوج بها وخدالو بنته، واللي كان عارف انه غيجي واحد نهار وغيخرج سعيد باش ينتقم منه هو والنبويه على الفعل اللي عملوه. على هادشي خلى معه واحد المخبر من الشرطه باش يحميه. من بعد ما قلب المخبر سعيد مهران مزيان وتاكد انه مهز معه حتى شي سلاح، سمح له عليش بالدخول مع بعض من رجال الحي طبعا باش يشهدوا على الحوار اللي داز بيناتهم. وصف سعيد مهران عليش على ضخم الجثة ضخم الجثة عريضة المنكبين. ايوه عريضة المنكعين. وخلال هذا الحوار اللي دار بيناتهم خرجت البنت باش تشوف عيني مهران لأول مرة من بعد 4 سنوات. ولكن هاد النظرة تحولت من نظرة شوق لنظرة حسرة، حيث البنت خافت منه وما بغاتش تقرب له، بالرغم من محاولته باش يقرب منها ويهضر معها بلطف، إلا أنها هربت منه. وكان الوضع مؤسف فعلا. هادشي خلاه يتوعد أنه ياخد بنته عاجلا أم آجلا عن طريق القانون أو غيره. وكما كان متوقع، الحاجة الوحيدة اللي خرج بها من هذه المشية هي الكتب ديالو اللي كان أغلبها ممزق. كانت وجهة سعيد مهران التالية بعد ما فشل في محاولته الأولى أنه ياخد بنته هي منزل الشيخ الجنيدي، اللي هو عبارة عن حوش أو منزل بسيط كيسكن فيه الشيخ زاهد. كان أب مهران كيمشي عنده باش يحضر ليالي الذكر ويختلي براسو ويريح راسو من ضوضاء الحياة. كان سعيد مهران خايف من أنه يترفض، بحكم أن منزل الشيخ علي الجنيدي هو آخر مكان بقالو في هذه الدنيا، خصوصا من بعد ما تغلق في وجوه باب دارو. كان للشيخ الجنيدي أسلوب مختلف في الكلام، ما قدرش يفهمه سعيد مهران أو ما حاولش يفهمه، بحيث أنه كان كل تفكيره في إيجاد بيت يؤويه باش يخطط في كيفية الانتقام. ولكن الشيخ الجنيدي كان بكلماته كيحاول يوجهه لطريق الحق، وأنه يطلب العون من الخالق ماشي من المخلوق. ولكن ظلمة الانتقام عمت له عينه. بالنسبة لسعيد مهران، منزل الشيخ الجنيدي وحده ما كانش كافي، لهذا كان عليه يوجد وسيلة مساعدة أخرى توصل لغايته، وهي في رؤوف علوان، صحفي كبير وأحد محرري جريدة الزهرة، والصديق القديم اللي كان عنده دور في بناء شخصية سعيد مهران. كانت أول محاولة باش يتلقاه هي باش يمشي عنده الجريدة، لكن مجبروش يتما وقرر يمشي عنده لدارو اللي كانت عبارة عن فيلا فاخرة. رؤوف علوان الشاب الفقير اللي كان كيكتب بقلم الحق ولا فاحش الثراء، تسناه لمدة حتى بدات كتبان له السيارة ديالو كتقرب من الفيلا، تما تعرض له وحاول يعرفه براسو حيث كان الظلام قوي. استقبل رؤوف سعيد وهضروا في بزاف ديال المواضيع، وفي كل مرة كيحاول سعيد يوصل لرؤوف أنه عارف باللي النجاح اللي وصل له هي عن طريق التخلي على المبادئ ديالو. واخا رؤوف تعصب من الهضره ديالو الا هو مبغاش يبين وحاول ينهي هذا النقاش ويسقسي سعيد على الخطط المستقبليه ديالو. ورد عليه سعيد باللي في هذه المده اللي دوزها في الحبس تعلم الخياطه، ولكن اللصوصيه كتجري في دمه، الشيء اللي خلى رؤوف يخرج العصبيه اللي كان مخبعه ويقول له اذا رجعتي لديك الحرفه نسى اننا اصدقاء.
هو يرد عليه سعيد بسخرية ويقول له إذا شنو رأيك نخدم في الجريدة ديالك؟ باش يسالي هذا الحوار العقيم بانسحاب سعيد، ورؤوف اللي عطاه ورقتين من فئة 5 جنيهات كصدقة لسعيد. باش تدوز فحال هاد الإهانة على مهران صعيبة، وخصوصا أن رؤوف مرمد له كرامته، وباش ينتقم قرر في الليل يتسلل ويدخل للفيلا د رؤوف ويسرق منها، ولأنه لص محترف فما كانش صعيب عليه يتفحص في آخر لقاء بيناتهم مداخل الفيلا. وبالفعل تسلق جدران الفيلا ولقى واحد النافذة هي اللي دخلته لقلبها. سعيد كيعرف رؤوف مزيان، ولكن رؤوف كيفهم وكيقرأ أفكار سعيد، اللي ما البت أنه يزيد يتوغل في الفيلا حتى كان رؤوف فاجئه وقبض عليه متلبس، واللي ما كان عند هذا الأخير غير يترجاه أنه ما يعاودش يدخله للحبس ويعتذر منه. وبعد عدة محاولات وافق رؤوف ودا منه حتى ديك الجنيهات اللي عطاه، وهددوا أنه إذا رجع وقرب منه ولا من الفيلا فيخبر البوليس. سعيد مهران ما كيملش ابدا في انه يطلب يد المساعده، وكانت المساعده هذه المره من المعلم طرزان صديقه القديم في عالم اللصوصيه، اللي عاود له قصته وطلب منه المساعده باش ينتقم من عليش ونبويه، والاخر ما ردالوش في وجهه وعطاه مسدس بطلقاته باش يقتل الخائن والخائنه. وفي المقهى ديال المعلم طرزان وبالمصادفه التقى بنور. نور هي كانت من معارف ديالو القدامى، واللي عندها دور كبير في هذه الرواية، واللي ساعدت مهران بشدة، حيث هي كان عندها الدور أولا أنها ساعدته باش يسطو على واحد السيارة، وثانيا كانت كتأمن له المأوى، وخصوصا ملي تسلل الدار ديالو القديمة وقام بإطلاق الرصاص على من فيها. رجع سعيد مهران من هذه العملية فرحان بزاف، حيث تهنى من الحاجز اللي كيفصل بينه وبين بنته اللي هو عليش ونبوية. ولكن في عوض ما يفيق على بشرى مقتل عليش أو نبوية، كان المقتول شخص آخر، ضحية ما عنده حتى شي علاقة بالصراع اللي كيعيشو، وكان الخبر مكتوب بالخط العريض في الصفحة الأولى من جريدة الزهرة. شنو كتوقعوا يكون مصير سعيد مهران من بعد ما كان فقط لص والآن أصبح قاتل؟